السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا انا جاي متأخر، انا لابسة اسدال الصلاة، تعرفوا ان انا جاي متأخر. فاضل ربع ساعة المغرب، القرآن كان شغال وجبت السمك وانا جاية وقلت اعمله. مسكت السمك طبعا غسلته، ان مفيش وقت ان اغسله معاكم. هوريكم قلبه عامل ازاي، خليته زي الفل، وهقول لكم انا بغسله ازاي. شايفين السمكية ولا فيها دم عند الشوك ولا فيها اي حاجة حد الراس. بص المكرونة بيضة ازاي شمعة. انا جايبه سمك مكرونه وبولتي وحاطط لي 2 كده مرجان تكمله ميزاني. تعالوا نشوف هنحياه ازاي. انا طبعا بغسل السمك بالليمون، اغسله الاول تحت الحنفيه كده واحده واحده، وبعد كده بقعد بغسله بالليمون، وبعد كده اغسله، افضل اشطفه مره واتنين وتلاته، وبعد كده بحطه في المصفى يصفي. دي الدقه بتاعتي اللي انا عاملاها، دقه طبعا فيها توم، فباخد منها دي للسمك على طول. انا باخد منها لاي حاجه الصراحه. طبعا كده كتير عشان هحط بهارات سمك، فمش هتنفع الدقه دي للسمك بس. احط عليها بقى بهارات سمك كده، ببص على بهارات السمك. صلوا على النبي يا جماعه، ده بهارات سمك ابو عوف، تحفه تحفه. بحط كده منها معلقه صغيره، واحط شويه كمون، يعني ربع معلقه كمون كده، عشان هي البهارات دي فيها كل حاجه. شويه كمون ناعم، واحط شويه ملح صغيرين عشان برضو الدقه فيها ملح. شويه دقه صغيرين، وبعصر ليمونه. بعصر ليمونه على الدقه، وبعصر ليمونه فوق السمكه، فوق السمك بعد ما احياه، وبرضو بعصر ليمونه، خلي طعم الدقة كده جميلة وتتغلغل فيه. اقلبه بقى كويس، بشم ريحتها جميلة، ريحة الدقة فعلا والله. جربوا كده بهارات ابو عوف دي بتاعت السمك، تحفة. واقلبها كويس، واحشي السمك بتاعي بقى. انا بمسكه كله كده من الجناب ومن النص، وحتى الراس بحط فيها، واحيق السمكة بتاعتي حلوة. هو السمك ده مش كبير قوي، لو السمكة كبيرة بفتحها من الجناب، شرطها من الجناب كده، واحط فيها دقة برضو عشان تبقى متحيقة حلو. هنا بحيق بسرعة جدا. عايزه اقول لكم اساسا على ما حياتي السمك ليله المغرب بيقولوا الله اكبر. احنا فطرنا بعد المغرب بنص ساعه. هنا الرينج لايت كان معاندني بقى وانا متاخره ومستعجله، هنا كان المغرب اذن على فكره. مؤاخذه سوري. حتى هنا بعمل السمكيه بتاعت البصله، حتى من السربعه حطيت زيت كتير قوي. بس طبعا انا اول ما شفت نفسي حطيت زيت كتير كده، رحت مصفيه في الطاسه اللي اقلي فيها السمك بالمصفى، وخدت على قد الرز بس، والباقي زودته في الطاسه وزودت عليه زيت وقلت منه السمك. يعني بصوا هنا بصي سرحت، شايفين زيت قد ايه؟ ولا كأن هقلي بطاطس، مش هقلي سمك، مش هحمر سمك سوري بصل رز. حطيت هنا بصي بالصربعه عماله ادلدق واعمل، هو بوتاجاز السمك ما غسلتوش قبل ما اعمل. هنا بمسك السمك بنفضه من الدقيق كويس، هنحطه هنا عشان ما يتحرقش الدقيق في الزيت. بقلي هنا كام واحده مكرونه برضو، ايه بكمل باقي الطاسه. وهنا الميه بتاعت الرز غليت، هي ابتدي احيق فيه. برضو الرز انا بحيقه بملح وبهارات سمك وسن الكمون وسن الكاري. هنا يوسف ابني بص جاي ما كانش يعرف ان انا بصور، اللي بصور يا ماما يا لا. قلت له معلش يا حبيبي الجو حر، الجو حر. هنا بغسل الرز عشان اسقطه. هجيب بقى بالبهارات عشان اتبل السمك. والله يا جماعه مش قادره اقول لكم، ارهاق رمضان ارهاق. على قد ما انا بحبه ما بحبوش يخلص، وبزعل قوي من اغنيه بدري بدري دي. بس يعني بجد السنه دي انا عايزه يخلص، مش قادره اقاوم بجد التعب. صحيان بدري مع الشغل، مع ان انا عايزه اعمل الاكل وانا بصور عشان انزل. فشجعوني يا جماعه والله العظيم، انا بتعب قوي. شجعوني وحطوا اللايك كده. هنا بحط يعني نص معلقه كاري صغيره عشان الرز يبقى لونه اصفر كده ويبقى لونه حلو. طبعا شايفين الميه هي الزيت مش كتير ولا حاجه، انا كنت صفيت الزيت الزياده. هحط الرز. هنا العيال كانوا مسربعيني بصراحه، من حقهم.
بس احنا كده كده امبارح برضو كنا بنجيب باقي اللبس بتاعهم، فطالعين امتى العشاء. على ما خلصنا المغرب أذن، وعلى ما قعدنا نبص على محلات ناكل فيها، وعلى ما طلبنا الأكل والأكل نزل لنا كانت العشاء والله. فالنهارده بيبقوا جعانين، قلنا لهم اعتبروا نفسكم ان احنا بره النهارده كمان. اعمل ايه طيب؟ بشطف غطا الحله، ما بطلعش اي حاجه من المطبخ، لازم اشطفها قبل ما اعمل في اي حاجه. هنا بقلي السمك بقلبه، ولا حتى انا متعوده ان انا السمك بطلعه في مصفى يصفي زيت، ومطلعوش على مناديل ولا الكلام ده، المناديل بتطريه. النهارده بقى عشان مستعجله والله طلعت في الصينيه على طول، ما في السرفيس على طول كده، حطيت السمك ولا حطيته في مصفى ولا في اي حاجه، بس والله كان حلو وما كانش طري ولا حاجه. وبعدين انا بمسكه بصفي زيته على الطاسه كويس. هنا كنت بجيب الصينيه عشان اطلع السرفيس، عشان اطلع فيه السمك. الكاميرا برضو مش مبينه قوي، الرينج لايت معرفش ماله كل شويه يكفي على وشه. طلع السمك بتاعنا، تقول لسه شويه. بحط غير المكرونه دي تحفه يا جماعه، المكرونه السويسي دي جميله زي الجمبري بالظبط، تحفه. هي مفيهاش الا السلسله اللي في النص. عيلي طبعا مبيعرفوش ياكلوه، بياكلوا البولتي، لكن انا ومصطفى بنحب المكرونه دي. مصطفى ملوش في البولتي قوي. فالمكرونه يعني السمك ده هيعجبكم قوي، وكمان لما يكون طازه ويكون حلو بيبقى جميل قوي، وانا بجيبوش من اي حد يعني. طلعت اهو السمك، هحط طاسه تاني. صلوا على النبي يا جماعه، حطي اللايك، متنسوش تحطوا اللايك يا جماعه. ادي السمك بحطه اهو. هي تقريبا دي كانت اخر طاسه يعني، كان فاضل كام واحده كده مكرونه قليتهم برضو وخلاص. يعني انا كنتش جايبه كتير، يعني انا جايبه كيلو بولتي ونص مكرونه على قدنا، وقاعد زي ما هو. مش عارفه روحت فين هنا كده. حاولوا ما تخلوش المكرونه تنشف منكم، هي مسافه ما بتحط مسافه ما بتطلع. ودي اكلنا، شايفين الرز عامل ازاي ولونه اصفر ازاي، وده السمك والله كان تحفه. بس ولا لحقت اعمل سلطه طماطم ولا لحقت اعمل سلطه قوطه. ان شاء الله بقى بعد رمضان كل حاجه هنعملها واحده واحده، لان مش هيفرق معايا بقى، مفيش فطار هبقى عايزه احضره ولا اي حاجه، فهياكلوا في اي وقت. ويا رب اكلنا يكون عجبكم النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الدعم ليا، باي باي.